ازيك عامل ايه؟ النهارده جاي اخدك في لفه واتكلم معاك عن حاجه ما اتوقعش انك مهتم تسمع عنها، او انا ذات نفسي مهتم اسمع من شخص عنها، لكن انا مهتم اتكلم معاك فيها. فتعالى لو انت نتعمق في شيء بضان واضيع لك وقتك اللي ملوش لازمه. المجتمع. انا مش جاي اقول لك انه جماعه من الناس بتعيش بطريقه منظمه في مكان معين تحت قوانين والشغل من المتنكه ده، وسيبك من كل الهري ده، احنا مش في حصه علم اجتماع وانا مش المدرس البضان بتاعك. والموضوع ده صراحه بيذكرني بكلام شخص ما كنت اعرفه، قال لي يا ابني عشان تقدر تتعامل مع المجتمع الغبي الفاسد المنبطح لاي فكر غربي اللي ماشي بعادات وتقاليد غبيه زي الحمار الاعمى ومش عارفين يعيشوا ويتعاملوا مع بعض وكمان مش قادرين يسيبوا حد في حاله، انت محتاج بضان مصنوعه من حديد مسلح. الشخص دوت مات منتحر متعلق من بضانه، شكله ما استحملش، ربنا يرحمه، كان شخص عنده وجهة نظر تحترم. وتعالى نبص على تصنيف المجتمع وفئته. اول حاجه هتلاقيها العيال بتوع انت مجتمع وهابي متطرف منافق. ازاي يعني تقول على بنت بتمشي عريانه مبينه طزها انها شرموطه وابوها ديوس؟ ما تبطلوا تخلف بقى، ايه ده؟ دي حريه شخصيه. تيجي تكلموا عن النقابه او غيره يقول لك ده مش فرض، ده شبه كيس الزباله، هو اصلا عيل شاذ خول بتناك من طيزه. وطيب يا كس امك، عندك ازدواجيه ليه؟ وفي الاخر تيجي تقول ده مجتمع منافق. والصراحه لو عندك اعتراض على الدين ما تسيبه وما توجعش دماغنا. وده مثال بسيط عن فكر بعض الاشخاص اللي عايشين معاهم في المجتمع ده، والكلام دوت ملوش علاقه اني بجاهد على النت او ليه علاقه بيهم اصلا، لان معظم المجاهدين اغبياء او شويه عيال ما عندهمش حياه. عايز تنصح حد ابدا بالقريبين منك وفوقك من شغل خوالة النت، لان في الاخر انا وانت عارفين مصير اي حد بيتكلم بيكون مكانه امن الدوله. وانا مجرد شخصيه فاضيه عندها كلمتين حابه تقولهم. وتعالى اكلمك بقى عن ظاهره موجوده باكتساح وسط ما يسمى بالمجتمع. الظاهره دي اسمها عايز احشر بتاعي في اي حاجه حتى لو ما عنديش بتاع. طبعا اول حاجه تيجي في دماغك لما اقول لك كلمه حشريه هو مجتمع الارياف، لكن دي بديهيات لاننا كلنا عارفين ان الفلاحين بضان. طبعا انا بعمم على الكل. المهم انا اقول لك الحل السحري لموضوع الحشريه، اللي هو حرفيا لو انت واقف في الشارع مش بتعمل حاجه مش هتسلم من نظرات فضول الناس حتى لو كنت فين. وده بيرجع لان كسوم الناس. وبصراحه حل الموضوع طلع بسيط وانا ذات نفسي مجربه. هتقول لاي حد كس امك، وده الحل الجذري للظاهره بنت الاحبتي. عموما انا كلمتك في نقطه لافته نظري زي الازدواجيه والحشريه، وطبعا في حاجات لا تحصى موجوده. وطبعا ما تفتكرش انك الملاك المظلوم، لانك جزء من الواقع والمجتمع ده، او ممكن تكون انت اصلا سبب المشكله او جزء منها. وكمان ما اظنش ان في امل في مجتمع ضحى بحاجات كتير زي كرامته ودينه وشرفه، او ممكن يبيع اي حد عشان غرض بسيط يخدمه. وما اعتقدش ان المجتمع المنبطح اللي زي ده ممكن يغير من نفسه، والتاريخ يشهد. وطبعا انت فاكر حلك عشان تعيش حياه كويسه هو تقبل فكر الرجل الابيض وانك تسافر اي دوله بعيده عن افريقيا، وللاسف هيمارس عليك العنصريه لانك عبد زنجي خاضع. فلو انت قمحاوي زيي وزي باقي الشعوب العربيه، او عندك ملامح عربيه وابيض او ملامح مختلفه عن الشعب اللي بيعيش هناك، فبلاش تفكر في الموضوع دوت. ومش كونك بتعبدهم وبتقدس الرجل الابيض معناه كده انهم ياخدوك في حضنهم ويقعدوك على حجرهم يضوا لو شافوك هيدور فيك النيك. فللاسف مفيش حلول كتير قصادك، لازم تضحي بحاجه. وتعالى بقى اقول لك نظرتي المتواضعه في اللي بيحصل حاليا بمناسبه اللي احنا جبنا سيره الرجل الابيض والمجتمع الغربي. فهنيجي نبص اكتر هتلاقي انتشار افكار زي مثلا الشذوذ. حرفيا انت لو قلت لصاحبك ما تيجي ننام مع بعض او هتبوسه مشبك او حضن، هتلاقيه خد الموضوع بهزار وعادي، يعني احنا بنهزر. تعالى بقى نقلب الموقف دوت ونحط ابوك مكانك من 30 سنة ونخلي صاحبه يقوله نفس الكلام ده. هتلاقيه اقام الحد على صاحبه قام حدفه من فوق جبل، لانه ما عندوش قابلية ان موضوع زي دوت يتاخد حتى لو بهزار. وتعالى نبص عليك، هتلاقيك قاعد بتشير فيديوهات لزنوج بتهز طازها وصور لحلاق الرحمة تقعد تبعتها لصاحبك وتقول لي ده انت زنجي مطفي، وتقول لصاحبك التاني انت زنجي لماع. فللاسف الافكار دي بدأت تنتشر بينا احنا كمان حتى لو بسبيل الهزار. ومش بعيد كمان سنتين او 3 تلاقي ابنك بيقول لك بابا انا جايب البوي فريند بتاعي ينام معايا. ودي نقطة برضه مش عجباني، انك بدأت تفقد هويتك ودينك، وحرفيا النت كل دماغك ودماغي. وعشان كده قلت لك احنا جزء من مشكلة المجتمع في العموم. فمن نظرتي المتواضعة اول حاجة تعملها تقوم تستحمى وتشوف لك حياة. بمناسبة اني جبت سيرة الحياة فمعلش اني مش بنزل فيديوهات كتيرة بسبب ضغط الشغل والحياة، وده مش مبرر صراحة. انا حابب اتوسع في القناة واحاول اقدم حاجة تحبوها. فلو انت بتشوف الفيديو دوت ومش مشترك اشترك، ده هيساعد في تحفيزي اني اقدم اكتر ليكم من فيديوهات وكلام مبعبص. المهم كنا فين؟ نرجع للي كنا بنتكلم فيه. فنصيحتي ليك بجد حاول تبدأ بنفسك وتغير اي عادة بنت شرموطة فيك عشان ده يريحنا كلنا، او انتحر وبرضه ده حل كويس. والله يا ابني انا بناشد الشعب كله ينتحر في ميدان عام ونخلص من قرفهم وقرفنا ويحرقوا السم المجتمع باللي فيه. العواجيز ولاد الاحبه يا رب كلكم تموتوا محروقين، لانكم جيل ابن وسخه خاضع ابن كلب سبب مشاكل بنعاني منها لحد دلوقتي كلنا. وكسم عبد الناصر ابن البضان على السادات اللي مخليين اي راجل عجوز فوق ال50 هيجانين عليهم. ده انا قبل كده راكب المترو ولقيت
واحد راجل حوالي 70 سنه كده بيضرب 10 على صور عبد الناصر وبيقول تعيش يا رئيسنا. المهم سيبك من كل العبث اللي قلته دوت عشان خلاص احنا في ختام الفيديو، فلو كملت للاخر زي الهطل فخد بوسه مني. ولو حابب تشوف محتوى معين في القناه قول لي، ولو حابب اني اطور حاجه معينه او اتكلم عن شخصيه معينه طبعا رايك مهم لاني شخص ديمقراطي. وبس كده، اشوفك الاسبوع الجاي في فيديو جديد. سلام.